أهلا بكم مشاهدينا. إذا نحييكم من جديد من هنا من مدينة القدس، حيث تم انطلاق عملية المساعدات الإنسانية التي بدأت بقطاع غزة ولن تنتهي هناك، بل تستمر وتتواصل إلى مدينة القدس الشريف. اليوم الانطلاقة الرسمية كانت عبر هذا الإفطار الرمضاني الذي يحضر فيه عدد من الشخصيات الدينية من الديانة الإسلامية وكذا المسيحية، بالإضافة إلى مؤسسات مقدسية، إلى أسرة التعليم، إلى أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني، شخصيات وازنة تشارك المملكة المغربية هذا العمل الإنساني الخيري الذي أمر به جلالة الملك وفقا لتعليمات ملكية سامية. كما قلنا بدأت بقافلة إنسانية هناك في قطاع غزة، واليوم تتواصل عبر 1000 وجبة إفطار، 2000 سلة من المواد الغذائية ستوزع على المقدسيين في مختلف البلدات. دعونا نستقرأ بعض الآراء ممن حضروا، ولنبدأ بفضيلة الشيخ عكرمة صبري. أهلا ومرحبا بك. قلت العون